وسيم بديع الأسد. بدنا بالدم، ما في بالدم عندك؟ يعني لو ماني هاينكم وزاللكم هذا اللي بعرفه والله العظيم. نفديك يا بشار والروح. القرآن ما إلي علاقة فيه. الذخيرة غالية والهدف رخيص. وحط إيدي على المصحف والله شاهد. كنت تشرف على هاي المجموعات وتنسق معها. أنا جبت فراس زارو. اسمك الثلاثي؟ وسيم بديع الأسد. ايه انت شكلت مجموعة قتالية مؤلفة من 30 مقاتل. سيدنا طلبوا بالفرقة الرابعة بال 2012 عالم لا يعملوا حواجز وهيك عناصر ورواتب، فأنا من باب إنه بيعرفوني وبعرفون حكوا معي قالوا لي في عندك حدا إنه بده هي براتب كذا. قام أنا حكيت مع شخص اسمه فراس زارو، قلت له في رواتب وفي هي، بعتهم والله العظيم بس بعتهم وراحوا هن عملوا شكلوا مجموعة 30 عبارة عن 30 شخص وكانوا مؤخرة الهجوم. الجيش النظامي هو اللي بيفوت والهي يعني ما بيدخلوا يعني اولاد كانت المجموعات يعني ما انا متدربة وبس. هي الفكرة. كنت انا مر زوره، كنت انا مر. اي عام هذا الحكي؟ بال 2012 تقريبا. انت معترف باقوالك الاولية انك شكلت مجموعتين قتاليات بناء على طلب العميد اياس دلة بالتنسيق مع شخصين، شو اسمائهم؟ فراس زارور وجمال حسن. هن قادات المجموعات سيدنا. انت المشرف والممول بالسلاح. لا انا من وين ممول؟ انا بدي مول الفرقه الرابعه. تمول للمجموعتين، بلشت تلف وتدور شايف؟ لا سيدنا انا وصلتهم للفرقه الرابعه، انا هذا اللي حكيته. اللي طلب منك العميد غياث دلة انه تامن مقاتلين. حدد لك العدد، قال لك كم مقاتل؟ لا قال لي اذا في حدا بده يتطوع ميليشيات رديفه. ميليشيات رديفه. حدد لك عدد معين؟ لا يعني ما حط لك حدد ادنى مثلا أنا جبت فراس زارور قلت له في فلان هيك بده، قام فراس زارور هو جابه يعني هو كفى يعني انا ما كنت بالصوره تفصيلا. شوف انت لا تحاول تعطينا فكره انه انت كنت ملاك. لا انا ماني ملاك. ارشيفك موجود عنا سيدنا. انا بدك تكون الصدق لمصلحتك طبعا ومحاميك يدرك ذلك طبعا. الاعتراف بالجرم يسجل لمصلحتك، الانكار ضدك طبعا سيدنا. موقفك القانوني راح يكون سيء حتى المحاكمه طبعا النهائيه سيدنا. طبعا سيدنا. لذلك خليك صادق وتوخى الحقيقه والحق في كلامك. طبعا سيدنا. مين اللي امن لهم السلاح؟ غياث دلة. عن طريق مين؟ سيدنا راحوا عملوا عقود وراحوا على منطقة الملاحة، هنيك غياث دلة وفي مقدم اسمه محمد علي. الآن أنت بلشت تلف وتدور وما تحكي كلام دقيق. سيدنا هلا بس أحكي لك تعرف شو القصة صح؟ اللي راحوا أخذوهم على الملاحة، هنيك في مساعدين للتسليح، مو أنا ما لي علاقة بالتسليح، هنيك في يعني في شيء تحت إيده لغياث دلة، ضباط في مساعدين هن بيسلحوا، يعني أنا ما لي علاقة. أنت دورك وين وقف بالضبط؟ أنا دوري وقف يوم اللي أنا هدول عملوا مجموعة وانتهى دورك؟ أنا صرت أروح زيارات بقى والله العظيم. إيه شو كان دورك أنت خلال الحقبة هاي؟ روح هيك لازم أكل، لازم شيء، لازم مصاري. عن المدة الزمنية اللي قضوها مع الفرقة الرابعة، ايش قد؟ شي سنة تقريبا، سنة شوي. شو كنت تشتغل؟ بس بالسيارات يعني أجر سيارة، اشتري سيارة، بيع سيارة هيك. المصحف والله بيشيل رقبتي، والله العظيم إيدي على المصحف. فاجا واحد من مساعد يعني مو مساعد من عنده لغياث دلة، قال انه بده يجيب غرض من جرمانة، انه معلش يروحوا بسيارتي. قلت له في سائق روح انت وياه جيبوا الغرض وارجعوا، وانا قاعد عند غياث والله العظيم والله العظيم والله العظيم ولا بعرف شيء. راحوا ولا بعد شوي بيرجعوا بيقولوا انه علق معهم قائد الدفاع الوطني وفك الفيمه وفك هيك تبع السياره. قام انا قلت له ليش يعني علق معكم هيك؟ قال ما بنعرف كذا. قام قال غياث شكله دوريه مو من جماعه مو من عناصرنا، قال شكله دوريه وروحوا جيبوه من مكتبه. قام راحوا ولا بتصير مشكله هنيك. هذا اللي بعرفه والله العظيم وحياة المصحف الشريف هذا اللي صار، وحياة المصحف الشريف هذا اللي صار، وحياة المصحف الشريف. إيه شو اللي حصل فينا؟ صار اطلاق نار. اطلاق نار. انقتل واحد يوم. منين؟ من اهالي جرمانة، من سكان جرمانة. وهم بالاساس ليش وقفوا السيارة؟ والله ما بعرف. لانه ما كان فيها لوح. كان مكتوب عليها سوريا.
سوريا شو؟ للاسف. سوريا الأسد. يعني سوريا الأسد هي لوحة سير، لا بس هونيك أنت حاطها تمشي فيها بالطريقة. سيدنا بس احكي لك صار فوضى. يوم اللي راح بعد دوريه رياض دلة قال جيبوا لي قائد الدفاع الوطني، ليش هيك تصرف؟ قياس دلة ولا أنت؟ غياث دلة معلم، انا هونيك مالي حاكي. يعني صار اطلاق النار، بعدين هربت السياره اللي بعتها غياث ورجعت لهنيك، قام قالوا والله مات واحد. سيدنا والله العظيم ما قوصته. خلال الثورة وما قبل الثورة استغليت انتمائك لبيت الأسد ونقلت عساكر وموظفين واشتغلت وارتشيت. انا ما بعرف كيف بدي اشرح لك سيدنا. انا حصل هالكلام ولا ما حصل؟ حصل بس مو بالطريقه اللي صار. احكي لي عليه. حصل سيدنا انا مثلا كان حدا بده مثلا انا اعرف ضابط، يجي مثلا حدا يعرف انه انا بعرفه او كذا، يقول لي فينا انه مثلا نزلوا اجازه، نزلوا كذا، يهديني مثلا هديه، يعطيني مثلا اللي يهديك هديه مين؟ العسكري. ابوه للولد. ابوه العسكري. ابوه للعسكري. شو نوع مثل ايش الهدايا اللي كنت تاخذها؟ يعني احيانا ليره، احيانا ليرة شو؟ ليره ذهب. شو علاقتك مع نوح زيتر؟ ما بعرف، يعني نص الشعب، مو نص الشعب السوري، 3/4 الشعب السوري متصور هو نوح زيتر. شو بيشتغل؟ بيشتغل هو على اساس بالمخدرات وهيك. تاجر مخدرات والناس تصور معه؟ سيدي لانه ما انك عم تشتغل معه بتتصور معه، لو عم تشتغل معه بعمرك ما بتتصور معه. سيدنا انا تعرفت عليه على الفيسبوك. نجم سينمائي، ما هو تاجر مخدرات هو. سبحان الله العالم هيك، يعني انه مو لا هذيك قال مشهور. الاخلاق صارت.